ليه دي مش وجبة متكاملة رئيسية؟ فيها بروتين وكارب وخضار وكمان دريسنج عشان يخلي طعمها أحلى، بس أي حد بيعملها بيخليها سايد ديش جنب الأكل. ممكن عشان مليانة زيت وحاجات مقلية أو عشان الدريسنج مليان مايونيز. هوريكم في الفيديو ده ازاي عملتها من غير مقلي أي حاجة وبمايونيز قليل جدا. الأساس في الفتة دي هو البتنجان الرومي ده. جبت 2 متوسطين وزنهم على بعض كان كيلو، قشرتهم وقطعتهم مكعبات بالشكل ده. لو كنت هقليهم فكان لازم الأول أرش عليهم ملح واستناهم ساعة يخرجوا كل المية اللي جواهم، بس أنا مش هقليهم فقلبتهم بس في شوية زيت زيتون قليلين ودخلتهم فرن متسخن على درجة حرارة 200 شغال مع المروحة. ممكن طبعا كمان تعملوها في الاير فراير. بعرف انه استوى لما تبدأ علامات السوا تبان من بره ولما يبقى سهل أدخل فيه الشوكة كده، بس دوقوه برضو عشان تتأكدوا انه استوى. العيش نفس الفكرة، جبت 4 رغيفة عيش لبناني وقطعتهم مربعات، وبدل ما اقليهم برضو قلبتهم في زيت زيتون. مش حلو اني ازحم الصينية بيهم كده عشان ده مش هيخليهم يتحمروا كويس، فنقلتهم في بيكنج شيت اوسع اقدر افردهم فيها كويس ودخلتهم الفرن برضو على درجة حرارة 220 بالمروحة. في النص لو لقيتوا شوية اتحمروا وشوية لأ قلبوهم ودخلوهم تاني الفرن. حاولوا تطلعوها من الفرن لما يبقى كل العيش عامل كده متحمر كويس ومقرمش. عملت بعد كده الدريسنج، استخدمت فيه نص كيلو زبادي يوناني. ممكن تستخدموا زبادي عادي بس اليوناني كريمي اكتر وهيبقى احلى في الدريسنج. وقلت لكم الكميه بالكيلو عشان كوبايات الزبادي احجامها مختلفه في السوبر ماركت. حطيت عليه 3 معالق كبار بس مايونيز، وعليهم معلقه او معلقتين كبار طحينه ومعلقه كبيره زيت زيتون. كمان عصرت عليهم نص ليمونه صغيره، وطبعا لازم توم هرست منه 4 فصوص كبار. والتوابل كلها عباره عن معلقه صغيره ملح ونص معلقة صغيرة فلفل أبيض، ده بس عشان اللون، لكن لو مش عندكوا بدلوه بفلفل أسود عادي جدا. قلبت كل ده كويس ودقت عشان أتأكد إن مش ناقصه حاجة، وكده بقى جاهز. لكل الكمية اللي عملتها دي مش محتاج غير ربع كيلو لحمة مفرومة بس. حطيتها في طاسة ما بتلزقش على نار بين العالية والمتوسطة، وعليها نص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل أسود، وقلبت لحد ما اللون البينك الأصلي بتاع اللحمة ده راح. بعدها شلت اللحمة من الطاسة، ولو كانت اللحمة نزلت دهون كتير ما كنتش هحط زيت هنا، بس اللحمة ما نزلتش فحطيت مكانها زيت ونص بصلة كبيرة مبشورة، وقلبت لحد ما بدأت تدبل يعني بقت شفافة وطرية كده. هنا رجعت اللحمة تاني وقلبت الاتنين لحد ما استووا بالكامل، وبعد كده شلتهم من على النار. وكده مش فاضل غير حاجة واحدة بس، الصنوبر. بس الصنوبر غالي قوي، لكن في بديل ليه بقى اقل من نص تمنه وهو ده، لوز متقشر ومتقطع زي الصنوبر، هتلاقوه عادي موجود عند بتاع المكسرات. حطيته في طاسة على نار بين الهادية والمتوسطة مع زيت قليل، وقلبته بالراحة عشان ما يتكسرش لحد ما اتحمص وبقى لونه كده. وهنا بدأت أرص الفتة. اللي احنا عادة بنعمله هو إننا بنحط العيش المحمص من تحت زي أي فتة عادي. حطيت بس عليه الملح عشان نسيت أحطه من الأول، فوقيه البتنجان، بعدين الدريسنج. وأعتقد انتوا أشطر مني وهتحطوه بشكل أحلى، أنا طلع معايا عشوائي كده. فوقيه حطيت اللحمة المفرومة واللوز، ومن فوق خالص بقى قطعت شوية بقدونس ورشتهم عليها، وفي الاخر بس رشة سماق. وكده بقت جاهزة. هي سايد ديش رهيب في العزومات، بس انا في اليوم ده اتعشيت بيها وشايفها وجبة متكاملة بصراحة ولذيذة. انتوا قوليلي رأيكم، هي سايد ديش ولا مين؟ ولو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.